السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم. كل عام وانتم بخير. اول فيديو ليا في رمضان. هنعمل فكرة جديدة وجميلة وطعمها لذيذ. هي عبارة عن كنافة بالشوكولاتة انا هنا جبت الكنافة، حطيتها في الفريزر، يعني مثلا لمدة يومين او 3. تطلعي تضغطي عليها تلاقيها بتتفتفت بايديكي كده، تفتفتيها بتتفتفت بسرعة. وممكن طريقة تانية ان انت تقصيها بالمقص قطع صغيرة جدا، بس هي بصراحة متعبة عن انك انت تحطيها في الفريزر وتتجمد. بعد ما تتجمد تبتدي تفتفتيها. وحطيت عليها السمن وهحمرها. طبعا انا مش هقول على كمية السمن بحيث ان كل واحد حسب الكمية اللي هو هيعملها. طبعا انا ده يعتبر اقل من النص كيلو بشوية. واللي مش شايفة التحمير في الطاسة متعب، ممكن تحطي عليها تسيحي السمن وتحطيه عليها بعد ما تنعميها بايدك. يعني بعد ما تعمل من الفريزر تنعميها. بعد ما تنعميها تسيحي السمن تحطي عليها وفي صاج وتدخليها الفرن. وبس تقلبيها يعني كل شوية بحيث ان هي تتحمر كلها. دي برضو طريقة سهلة لتحمير الكنافة. انا فضيت الكنافة في الطاسة دي عشان لقيت الاستانلس هيحرقها. لسه مفضياها واكمل تحميرها. ده خلاص الكنافة اتحمرت وهنشيلها من الطاسة. ودلوقتي هنسيح الشوكولاتة على حمام مية، اللي هو حمام مريم. وهنضيف عليها حوالي يعني شوية زيت كده صغيرين. هنا الكنافة بعد ما حمرناها حطيت عليها المكسرات. اي نوع مكسرات عندك حطيه، انا حاطه سوداني، كنت حطي لوز بندق. بعد كده هنضيف عليها الشوكولاته السايحه. وهنقلبهم مع بعض. انا كنت عملتها لكم قبل كده بس بالشربات، قوالب التلج. ونفس فكره الكورن فليكس برضو عندي في القناه، لما حطيت كورن فليكس على السوداني وقلبته بالشوكولاته. قلبنا كله مع بعض، الشوكولاته مع السوداني مع الكنافه المحمره. بعد كده هتجيبي قالب سيليكون او قالب تلج اللي موجود متوفر عندك. انا اللي متوفر عندي ده، معلقه صغيره وهتحطي في القوالب. طبعا تضغطي كده عليها. ممكن قالب التلج العادي. وهنملي القالب كله بنفس الطريقه. خلاص احنا كده ملينا القالب بالكنافه بالشوكولاته والسوداني، وهندخلها الفريزر لمده مثلا ممكن تاخد ربع ساعه ولا حاجه، هو حسب نوع تلاجتك طبعا. انا اللي انا عملته 300 جرام 350 جرام كنافه. ضفت عليهم من الشوكولاته دي قالب ونص، باك ونص. هي مكتوب عليها 200 جرام. انا ضفت منها قالب ونص، يعني حوالي 300 جرام.
هنا بعد ما خرجناها من الفريزر وجمدت طبعا، نخرجها. طبعا اللي هي الزيادات دي كده بتشيليها بايدك يا بسكينه عشان يبقى شكلها حلو. شكلها جميل وشيك لما تيجي تقدميها في الطبق لضيوفك. الحروف الزيادة دي نشيلها. مش عارفة كده اوضح اهي. هي خدت طبعا شكل رسمة القالب. هنا بعد ما طلعنا الكنافة من التلاجة حطيناها في الاطباق، بس لما بعد ما تعمليها تحتفظي بيها في التلاجة علشان ما تسحش، عشان انتوا عارفين الشوكولاتة بتسيح وهي بره التلاجة.